بص والله هو الموضوع مش سهل. يعني ممكن نتكلم عن وانت ليه مش بتحقق اهدافك او توصل لها. انت فعلا لو فهمت كلامي اللي انا هقوله دلوقتي هتفهم كتير المشكله، تفهم ازاي تحلها. يعني تعالى كده ابسطها لك. انت مش بتحقق اهدافك باختصار عشان انت عندك خلل في الهرمونات. ممكن الكلام يكون مبهم مش واضح، ولكن انا هبسطها لك بطريقه اكتر من كده. يعني ايه عندك خلل في الهرمونات؟ دلوقتي ربنا خلقنا بطريقه ان احنا كل ما نحقق حاجه في دماغنا يبقى هرمون الدوبامين يشعرنا بالانجاز والسعاده وهرمونات تانية كتير. ولكن دلوقتي في اساليب كتيره جدا دخلت في حياتنا لخبطت الهرمونات ديت. زمان عشان الشخص يحصل على هرمون الدوبامين او الشعور بالسعاده كان بيتعب كتير قوي، وكان الموضوع بياخد وقت ومجهود، ما كانش بيجي على طول. ولكن في حياتنا دلوقتي اللي احنا فيها عندك الدوبامين ده تقدر تجيبه بأبسط شيء ممكن وبأسهل طريقة ممكنة، زي مثلا انك تتفرج على فيديوهات كتير قصيرة، انك تسمع افلام مياهة، انك تعمل حاجة، انك تدخن سجارة. فاصبح ان هرمون الدوبامين عندك بيتملي بسرعة، وزي ما بيتملي بسرعة بينقص بسرعه. فدلوقتي كل المشكله ان الدوبامين عندك اتبرمج ان هو يتبني بسرعه وينقص بسرعه. عشان كده اي حاجه محتاجه وقت ومجهود انت من الصعب انك تستمر فيها، من الصعب انك تكمل، من الصعب انك تفضل تحاول وتجاهد نفسك. ليه؟ انت اتعودت على الدوبامين الرخيص اللي بيجي من السكرول على الفيديوهات، من اي حاجه تانية بتيجي بسرعه. دلوقتي المشكله انك لازم تقفل حنفيه الدوبامين اللي بيخليك ما تعملش الحاجة اللي محتاجة وقت، مع انك عارف انها لازم المفروض تتعمل، وبتعمل حاجة تانية تلهيك عن اللي انت عارفه ان هو المفروض يتعمل، اللي هو الاهم من الحاجة التانية اللي انت بتعملها. ده سببه ان انت بتملى الدوبامين عندك بطريقة غير صحية. مخك بيقول لك انا ليه اتعب نفسي، وليه ممكن اذاكر بالساعات او اقعد اعمل اي حاجة مهلكة او طويلة، ما انا ممكن اخد دوبامين بأبسط طريقة ممكنة، باسرع طريقه ممكنه. وهنا بتقع في الفخ انك ما تعملش اي حاجه. عشان باختصار الدوبامين انت بتحصل عليه، مش مستاهل انك تعمل حاجه عشان تحصل عليه، مش مستاهل انك تعمل مجهود عشان تحصل عليه، مش مستاهل انك تقعد تذاكر بالساعات عشان تنجح عشان تحصل على الدوبامين، مش مستاهل انك تعمل اي حاجه مجهده عشان تحصل على الدوبامين. ولكن الدوبامين الرخيص اضراره اكتر من هو نافع. هو مش نافع اصلا، هو كله مضر. ايه هي اضراره؟ اول حاجه نفسيتك بتكون مش احسن حاجه، دايما حاسس بالخذلان والضعف، لان انت فعلا مفيش حاجه ملموسه على ارض الواقع، والدوبامين كل ما بيجي بسرعه بينزل بسرعه. فانت لازما تساويهم. هتساوي الدوبامين ازاي؟ مش الدوبامين بس، الدوبامين وبقيه الهرمونات التانية. انك مثلا تذاكر شويه الدوبامين هيعلى سيكه، انك تلعب رياضه الدوبامين هيعلى سيكه كمان، انك تقعد مع اصحابك الدوبامين هيعلى سيكه. في الحالتين هو هيتملي، ولكن بطريقه ابطا شويه ومن حاجات اكثر اهميه. فكل اللي انت محتاجه عشان تعمل اي حاجه او عشان تحقق اي هدف في حياتك انك تقفل حنفيه الدوبامين اللي انت فاتحها، وتبتدي تحصل على دوبامين صحي بشكل سليم، بشكل تدرجي. تخيل دلوقتي ان في كيرف في الدوبامين، تمام؟ اهو الكيرف الدوبامين اهو. دلوقتي اتفرجت على فيديو الدوبامين هوبا، عملت اتفرجت على موقع من اياهم الدوبامين هوبا، بس خلاص وقفت الدوبامين كده نزل تاني. ولكن دلوقتي جينا بالدوبامين بشكل صحي، ذاكرت شويه اهو الدوبامين اتحرك سنه، لعبت شويه رياضه الدوبامين اتحرك سنه كمان، قعدت مع اصحابك الدوبامين طلع شويه كمان. يوم بقى ما هيجي يقل مش هيقل بنفس الطريقه، هيقل بالشكل ده. فهمت بقى ليه انت مش بتحقق اي حاجه او مش بتعمل المفروض ان انت تعمله اللي هو المطلوب منك، فبتعمل حاجه تاني تلهيك، مع انك متاكد عقل ذاتك ان ده المفروض، ان انا لازم اعمل ده، ان ده الاهم، ان انا كده بستعبط، مع ان انا عارف ان انا ورايا حاجه مهمه بس سايبها وبلعب على التليفون. ده السبب وده الحل، انك تقفل حنفيه الدوبامين اللي عندك. ساعتها هتقدر تتحكم في الدوبامين بتاعك. بس كده، كل سنه وانتم طيبين.